يجعل بصماته. ذهب إلى بجاية فترك بصماته، ذهب إلى فرنسا فترك بصماته. كلما زرته وكلما تواصلت معه وكلما قرأت له أو قرأ لي إلا ويجعل بصمته في هذا الأمر. من البصمات التي تركها هذا المرحوم كان يؤرخ لمدينة مشرية، كان يجمع الأوراق ويجمع الورقات ويجمع الذكريات ويجمع قصص الأعلام وقصص المفكرين وقصص الصالحين وقصص أبطال مدينة مشرية. هذا الرجل وكأن بكلماته، هو ما كانش متعمد باش يدير هذا الأمر، باش هذا مثلا باش يكتب هذا الأمر، ولكن كان يؤرخ لمدينة مشرية. ذهب للسي عبد القادر البكري، ذهب إلى السي محمد، ذهب الله يرحمه، ذهب إلى أعيان مشرية، إلى الصالحين، إلى الرياضيين، إلى المفكرين، إلى الدكاترة، إلى الأطباء، فترك بصمة لكل واحد في هذه المدينة. المؤمن كالغيث حيثما وقع نفع، بصمته ظهرت. هو ما كانش يتعمد باش يظهر، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهره، كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: كنا نعمل أعمالا لغير الله فأبت إلا أن تكون لله. في بعض الأحيان الإنسان يخدم، ولكن هذه الخدمة ما راش باغي باش يظهر، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد بعمله أن يظهره. المرحوم السي الناصر كان إنسان لا يعرف، ولكن بأعماله، ولكن بأخلاقه، بعطائه، بجلوسه، بمواقفه. الرجل اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون ذكرى لأهل مدينة مشرية. كان يجمع حتى في بعض الأحيان رسومات، رسم شارع كذا، ويذكر التاريخ تاع هذا الشارع، شكون اللي عاشوا فيه، وشكون الناس اللي شافت فيه، وشكون اللي كانوا معروفين فيه. وكأن الشباب نتاعنا والناس اللي كانوا يتبعوا في الصفحة نتاعه، وكأن الناس بدأت تزيد المعلومات نتاعها حول هذه المدينة. هذه المدينة مدينة مشرية، مدينة العلماء، مدينة الصالحين، مدينة الدكاترة، مدينة المفكرين، مدينة الأئمة، مدينة تقي الدين الهلالي، مدينة الحبيب الله، مدينة السي عبد القادر البكري، سي محمد، الناس الذي سي الحاج يحيى المرحوم تمنطير، كل هؤلاء عاشوا في مدينة مشرية. هذه المدينة خرجت العلماء، خرجت الأدباء، خرجت الشعراء، خرجت المفكرين، خرجت الدكاترة، خرجت الأطباء، خرجت العباقرة. كلما زرت بلدة، وكلما زرت ولاية، وكلما زرت الخارج، كنت بجولة في الخارج إلا ووجدت أبناء مدينة مشرية. إذا ما لقيتهمش نلقى أثر نتاعهم، يقول لك هذاك من مدينة مشرية، هذاك كان هنا مدينة مشرية، الله يعمره، الله كدار فينا خير، كذا 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 كذا. المرحوم سي الناصر وكأن بالورقات نتاعه وبالأوراق نتاعه وبالكلمات نتاعه وبالصفحة نتاعه اللي كانت على الفيسبوك كانت عبارة عن تاريخ أراد بها الله سبحانه وتعالى أن تكون بصمة خير. كاين بعض الأحيان الناس كان يعيش 90 عام ولكن لا بصمة له، كان اللي يعيش 70 عام ولا بصمة له، وكان اللي يعيش 20 عام ولا بصمة له، وكان اللي قادر يعيش في ساعة وله البصمة. الناس تجي في يوم من الأيام يقولوا هذا الإنسان ترك بصمة في المجتمع، هذا الإنسان نذكره بهذا العمل وبهذه الأخلاق. لذلك أيها الشباب، أنا دائما أنصح الشباب أن يتركوا بصمات في هذا المجتمع. الإنسان ما يكرهش. كاين بعض الأحيان يجي واحد يقول أنا علاش بدير الكلمات، علاش بدير المواعظ،
علاش كدير هذه الدروس؟ نحن نريد بالمواعظ وبالدروس من أجل أن نحيي هذا المجتمع، من أجل أن نحيي العقول، من أجل أن الناس تعاود تولي وتبدي تفكر في هذا المجتمع. هذا المجتمع مدينة مشرية كاين بزاف الناس اللي يجونا وكأن مدينة مشرية لا علماء لها ولا مفكرين لها ولا أطباء لها ولا مفكرين لها. مدينة مشرية تزخر بالطاقات. أنا ابن مدينة مشرية وأفتخر بمدينة مشرية. مدينة مشرية كانت المدينة الطيبة، كانت البلد الطيب، وما زالت بإذن الله بلد طيب يخرج دائما نباته طيبة. المرحوم التقى بالعلماء، كان بزاف اللي ما كانش يعرف هذه الأمور. الرجل التقى بالعلماء، التقى بالمفكرين، التقى بالدعاة، التقى بالدكاترة، كان يحضر الملتقيات، كان يحضر المحاضرات، كان كذا كذا. وكان عندما يسأل يقول أنا من مدينة مشرية. كان بزاف الناس اللي التقينا بهم في الخارج تعرفوا المشرية بالسي ناصر الشاهد، مرحوم السي ناصر الشاهد. لذلك أيها الأحباب، هذا الرجل كان الواجب أن نقول فيه كلمة، كان الواجب أن نضع له تأدينية، كان الواجب أن نقول شهادة في هذا الرجل. هذا الرجل كان كبير العطاء. كان الرجل عندما الناس تمشي على بال الفقراء يعطي من جيبه. الناس مشات على بال على بال فريق مدينة مشرية أعطى من جيبه. الدكتور موسي اللي كان جابه واللي كان معاه، هذا الرجل هو الذي بنى بين قوسين المقبرة ورانا صلى المصلى. هؤلاء الناس مساكين لهم بالغربة، هذو الناس راهم يعاونوا مدينة المشرية عن بعد. وين ما نقصدوهم، وين ما نقولوا كاين حاجة رانا باغيين نديروها في مدينة المشرية إلا ويجعل بصماتهم في مدينة المشرية. الناس جنازة السي ناصر شكون اللي قاموا بها في الخارج؟ قاموا بها ناس من مدينة مشرية ومن خارج مدينة مشرية، ناس أهل الخير قاموا به. مشاو للسبيطار، فوتوا عليه، داروا عليه ليزاناليز، خلصوا عليه العملية الجراحية، جراو عليه كذا، جزاهم الله كل خير. نذكرهم لأنهم الآن مساكين كانوا باغيين يحضروا الجنازة ولكن منعتهم العذاب. فلا يقول لهم كما قال الشيخ سعيد، كما قال هم لم يحضرون ولكن حضروا بقلوبهم، حضروا بأرواحهم. الناس راها رسلت في الفيديو نتاع الجنازة ومساكين قالوا لنا رسلونا، على الأقل نحضر معاكم بقلوبنا ونحضر معاكم بأرواحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لهذا المرحوم هذه الكلمات اللي نقولها كلمات قليلة في حق الرجل، لكن الحاجة الكبيرة في هذا الرجل لنختم بها أنه كان بارا لوالدته، كان بارا لوالده، كان بارا لوالدته، كان مزيخ أمه اداها العمرة، حججها، وين ما كانت تطلب مكان إلا والمرحوم الناصر يرفد أمه ويحوس بها ويبحششها ويزيخها. هذا الرجل كان بارا لوالدته، يكفيه أنه كان بارا لوالدته. سيدنا عيسى عليه السلام يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ يوم القيامة يبغي ربي يقيم الحجة ويقول سيدنا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. واش يقول سيدنا عيسى عليه السلام؟ واش يدير الشفاعة؟ يشفع بروحه وشاور وكنت برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال العلماء رحمهم الله أيها الشباب اللي يسمعني، الشقاء لا يلتقي مع بر الوالدين. عمرك ما تلقى بار الوالدين شقي، ما تلقى لا شقي لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا المرحوم كان بارا بوالديه، بارا بوالده الله يرحمه وبارا بوالدته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرها، كما كان بارا بأخواته، بارا بإخوانه، بارا حتى بأحبابه. كلما كنا نقصدوه على دواء ولا على أمر
الا واستجاب استجاب. والله مسكين نصوروا له بالتليفون راه واحد راه خاصه الدواء الفلاني، والله العظيم ما يقصر. كان يقول لنا غير صبروا عليا شويه نرسل لكم. اسال الله سبحانه وتعالى لهذا المرحوم ان يرحمه الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل ما اعطيناه حقه، ولكن جنازته جنازه الناس اللي حضروا له، والناس اللي حضروا من كل البقاع، من جيجل، من بجايه، من فرنسا، جاوا من فرنسا، جاوا من وهران، جاوا من تلمسان، جاوا من القبليه، جاوا من شلاله، جاوا من حسن مسعود، جاوا من بشار. كل الناس اللي كلناهم هؤلاء ما جاءوا الا حبا في هذا الرجل، الا حبا في هذا المرحوم. قال لي واحد الانسان انا كنت، قال لي كي سمعت به شريت البي ديال نفسه، قال لي ما كنتش مبرمج ولكن جيت شريت البي محبة انني احضر هذه الجنازة. قال لي شريت البي وبالغلا وجيت باش نحضر الجنازة ونولي. هذا الرجل واش جابه؟ كيف جمع هذه القلوب؟ كيف جمع هذه العقول؟ كيف جمع هذا الناس في الجنازة تاعه؟ هذا وضع بصمة في حياته. هذه البصمة إن شاء الله بإذن الله عز وجل تكون بصمة في الجنة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المرحومين، أن يكون من المغفورين. الناس الله يجازيكم. الناس ملاحظة، الناس كي تكون دير درس ولا الإمام يدير درس ولا الناس تقرأ بالقرآن، يا الله يجازيكم، الله يجازيكم، الله يجازيكم. الناس تستمع، واللي ما طاقش يستمع يخرج بيديرش الضوضاء، ما يخليش الناس حتى تنتبه له، لأن هذا مقام جنازة. ومقام الجنازة كما قال الشيخ عبد الحميد الفارس، مقام الجنازة مقام المراجعة. راجعوا أنفسكم. هذا الإنسان قادر كي الإنسان يقول ها غير صغير وبنات، كل الصغار تموت وكل الكبار تموت، ولكن عندما تموت اترك بصمة في مجتمعك، خلي بصمة، خلي أثر. كما قال أحد العلماء الشيخ بشير الإبراهيمي، سمعوا أيها الشباب خاصة الشباب، قال عندما نعيش لأنفسنا، هذه على سير المرحوم، عندما نعيش لأنفسنا تبدو الحياة صغيرة، تبدأ من ولادتك وتنتهي بموتك، ولكن عندما تعيش بغيرك وتعيش بمجتمعك وتعيش بأمتك تبدو الحياة طويلة، تبدأ من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الخير، ونترك لله الشيخ سعيد القادم إن شاء الله. الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد لله الذي توفى، له العظمة والكبرياء والثناء، له على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا في أبعاد هذه الساعة المباركة أن تغمد اسمه رب العالمين في وسع آمين آمين بكتاب رب العالمين، ويسر حساب حسب الرحمن رب العالمين. يا حنان يا منان فقل له الميزان، يا شوق الجنان، يا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم يرحمه عنه يكون يعني اخوانه واخواته العالمين باركين رب العالمين. جميع من حضر وعز ان بارك بخطواته ونرجع الى دياره سالم خالد من يا رب العالمين. اللهم الجميع وبارك في الجميع، واجمع الاسعاف ودار الطعام ومكه وبارك رب العالمين. وان يبارك في خطواته، وان يبارك في طعامه، وان يبارك في التعزير رب العالمين، الناصر رب العالمين، رب العالمين، وان يكون من المرحومين، وان يكون المقبولين، وان يكون من الذين يحشرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وجميع المسلمين حضر، وان يحفظ الله رب العالمين، واجعلنا المتقين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الخلاء، وارفع عنا البلاء، واعطاه الشفاء، ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغثنا وعافنا في الحياه يا رب العالمين. اللهم اصلح العباد وهدف القلوب، انك على قلوب رب العالمين. اللهم ارحمنا رب العالمين، ان نكون من الصالحين، وان نكون من الذاكرين، وان نكون المتقين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. صفي قلوبنا وصفي عقولنا وحسبنا احمد رب العالمين. تعالى العالمين
جعل إكرامك يا رب العالمين، وأن يبارك في رميه، وأن يبارك في سعيهم، ويحفظهم يا رب العالمين، يا رحم يا رب العالمين، اجعل جهود الظالمين الغاصبين المعتدين أخذهم يا رب العالمين، آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في وضع حل لأنها 3 سنوات والمشجع على النصر كان دائما يتصل بيا ويقول لي جيبها نديها براسي. يقول لي ما تدفعي لا في مصاريف لا في حاجه، ماشي عندي. انا هذا شاك هو راه مشات الحسن راه كيحبها الله يعاون. الله يعطيكم الصحة، شكرا. قبل ما نمشوا لشيخ ناس بن يدير شيخ تمرينة، راح عليا الزميل حبيب الحاج، واحد إذا كان قصيدة بغي يلقي قصيدة بصح ماذا بينا ما تكون غير في 5 أبيات ولا 6. يعطيك الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مات الناصر وليس بعجيب أن يموت، فالناس كلهم يموتون، ولكن العجيب هو ميت أن يعيش معنا، وقليل من الأحياء يعيشون، وخير الموت أن لا يغيب المفقود، وشر الحياة الموت في مقبرة الوجود، وليس بال40 ينتهي الحداد على الثائر المثير، والملهم الملهم، والصديق الحتم، والزعيم بلا زعم ولو على قدره يكون، وأن الحداد لا تخطى الميعاد إلى نهاية الأباد، ولكن العجيب من ذلك أننا لو كنا منطقيين مع تسلسل العجائب فيه لكان موته بلا حداد عليه، لأننا لم نفقد عطاؤنا منه، وحسب المفجوعين فيه في العزائم أنه وهو ميت لا يزال وقود الأحياء، ولذلك يجب أن يكون ذكرنا له ولاء ولا مجرد وفاء، لأن الوفاء لماضي مقدر فاندثر، ولكن الولاد لحاضر مستمر يزدهر فيثمر. شكرا. صحة حبيب، كنت معك متأثر، يعني ما عرفناها لا قصيدة ولا نطر ولا مهمة. يعطيك الصحة. أنا استسمحك سيدي بن يدار، وأنا اليوم شفت واحد الإنسان هنايا راقي خامد، هو أنا المرجعية تاعي في الرياضة وكل شيء. حبيب ما نجموش نفوتوا هذه الفرصة لما تقول لنا كلمة. حبيب لاسكري، موسوعة مدينة مشرية في الرياضة، ويموت على مدينة مشرية، ويعرف الناس بزاف وكل شيء، ونعطيه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نرد رحمه على نوح، هو ابن العم وابن العم، يعني هو من اقرب العائله تاعي. كل ما اقوله انه يعني رحل علينا وخلى فراغ كبير، وشكرا. الحبيب اعطيني كالشهاده ما نعرفوهاش. نعطيكم مثلا عندما لعبت المشريه مع ليسي دو كونستانتين في عام نوفمبر، انذاك كان حضر فيها الرئيس عبد المجيد تبون في المقابله، كان باغي عنده كاميرا وعطاها مصطفى جبار، ما عطاش يتفرج. عبد المجيد تبون ما عطاش يتفرج لان لابيسي هي الموك زمان، خاف المشريه تخسر، خرج من الملعب وعطى الكاميرا لمصطفى جبار اللي راحنا. مصطفى جبار ما عرفهاش بلي الكاميرا ما سجلش. ومن بعد كان الهداف، ماشي الهداف تاع درك، كان الهدف جورنالي في قسطنطينة، خرج قصيده يسموها مشاريع براليكور، وراه عندي هنايا، حوست عليها هذيك ما لقيتهاش، هذاك مع عبد الناصر والله يبعثها لي، تاع مشاريع براليكور.
علاش مشريه بغا ليكول؟ باسكو لعبت مع لابيسي، لابيسي هي اللي تعلمها. عشات مشريه هي المعلم، ولابيسي دو كونستانتين هي التلميذ، وربحت مشريه 3-0. هذه زارشيف عنده اكثر نوع من هذا الارشيف عند عبد الناصر، وهذا هو. كي طلعنا هذا العام درنا كارت داديزيون تاع الانخراط تاع المناصرين، وراه عندي الشهاده تاعها مسجله وكل شيء. قال لي اول مناصر واول بطاقه نديها انا، وبعثها له، راه كاع معروف في الفيسبوك 01/2022 شهاده عبد الناصر. السلام عليكم. صحة سي حبيب، هذه شهادة حية. كاين بعض المعلومات انا نقولهم من عندي لانه من عائلتي ومن الحي اللي كبرنا فيه. سي ناصر تربى في الزاويه التيجانيه وفي زنيقه سيدي عمار، سيدي بن عمار سيدي القومان. كان دائما يغنيها لنا مع الوالد نتاعه عمي الساسي الله يرحمه. وما ننسوش بان الاهل تاعنا اللي راهم هنا اللي جاونا من القبليه ابوابهم كانت كل مفتوحه لينا كي نمشيو في زياره للقبليه اثناء الوعده تاع سيدي محمد الغريسي. الناصر كان يوقف في خارج المدينه يستقبلنا احنا اصحاب المشريه ويدخلنا الديار تاعه وكل شيء. الله يعطيه الصحه. وابائنا اللي راكم هنا من القبليه الله يحفظ بكم والله يعطيكم الخير على الخير اللي درتوه دائما ديروه. وكان السي ناصر من الزاويه للجامع الكبير، وتربى هو الشاب ودا الاخلاق تاعه ثاني في الفاج فوايي الجيريان دانيماسيون تاع جوناس. كبر تما حتى لاخر لحظه ومشى اسبانيا ومن بعد فرنسا. هذه المعلومه اللي عندي انا وياه. باش ما نطولوش عليكم صاي اخر حاجه سي بن يدا، اسمح لينا طولنا عليك بزاف نيابه عن كل المشايخ تاعنا. سي عبد الشيخ الله يجيب لك شفاء ان شاء الله، ما تنساش. وكل المشايخ تاعنا اللي ما ذكرناهمش يسمحونا، والاطارات تاعنا سي بن دحو وخير وسي ميلود، وشيخ المجاهدين تاعنا سي البعثري. كاع راكم هنا يعطيكم الصحه نورتونا. بينك بين الشيخ بن يدا هيا قلنا. انا سي ناصر ما نعرفاش. نهار اللي توفى ولد السي عمر تربون جاي عزيز. كنت انا مع عزيز اي بضي غادي يسلم عليه. شكون انت عزيز؟ انا كنت انا مضروب. قال لي انا يقول لي الشاهد. شكون دم الشاهد؟ هذا صحاب القبليه. قال لي هشام. قال لي بغيت اعرف شكون بغيت. لم يذكر يعني خصال تاع الفروسيه ولا. قال لي اللي كان يجي يأذن في الدوار كان يجي فوق الموبيلات. ايوا رجع لي الذاكره. قلت له باك نعرفه مليح ونعرف عمك ونعرف الاهل كاع. ايوا ودار علينا فيديو سليم الله يكفى خيره. والله يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أولا أحب أن أشكر إخواني الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة لنتذكر خصال أخينا الشاهد ناصر الله تبارك وتعالى يجد عليه الرحمات. من أول مرة تعرفت على أخي عبد الناصر في بيت أخي محمد بن سليمان رفيقه، وعندما تعرفت إليه شعرت أنني أعرفه منذ سنوات طويلة، فكان كلما لقيني في أي مكان رحب بي فوق الترحيب المعتاد. وهذا يدل على نبل في طبيعة وفطرة هذا الرجل الذي تواطأت ألسنة الجميع على الثناء عليه. تواطأت ألسنة الجميع. أنا ما رأيت رجلا تواطأت عليه ألسنة الجميع كما رأيته في هذه الوفاة لأخينا عبد الناصر. وتعلمون أن ألسنة الخلق هي أقلام الحق سبحانه وتعالى، فمحال أن تتواطأ جميع هذه الألسنة على ذكر محاسنه وخصاله الفريدة والمميزة إلا إذا كان رجلا يستحق فعلا هذا الثناء وهو أهل له. هذا رجل مميز، وينبغي أن تلاحظوا أننا نتحدث عن رجل عادي لا يحمل شهادات عليا، ليس له امتيازات عليا، وإنما نتحدث عن رجل عادي بسيط
وأصبح هذا الرجل البسيط مفتاحا لهؤلاء الذين اتفقوا على كلمة واحدة في حقه. كل واحد يذكر شيئا من خصاله في أبواب الخير الكثيرة، في أبواب الإعانة الكثيرة، في أبواب الاهتمام والعناية بهذه المدينة. وهذا يدل على أن الإنسان ولو كانت مواهبه قليلة يمكن أن يتحول إلى رجل مميز في المجتمع. هذا هو النموذج أو مثال المواطن الصالح، الرجل الذي يعطي ويبذل ويزداد عطاؤه وبذله في كل المجالات. أصحاب الرياضة يثنون عليه، أصحاب الجمعية الخيرية يثنون عليه، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الثناء من أقلامنا وألسنتنا جميعا من عاجل بشرى المؤمنين إن شاء الله. هذا لا شك أنها من عاجل بشرى أهل الإيمان، لأن الله عز وجل إذا ألقى محبة عبد من عباده نادى في ملكوت السماوات والأرض أن الله يحب فلان، نادى في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبوه، ثم ينادي جبريل أن الله يحب فلان في أهل الأرض فأحبوه، فتلقى محبته في قلوب الخلق. فصلى الله عز وجل أن يكون نبراسا طيبا وصالحا لهذه المدينة، لشبابنا. هذه النماذج التي يحتاجها شبابنا ليمتازوا بهذه الميز ويسيروا على هذه السيرة الحسنة ويتخلقوا بهذه الأخلاق الحسنة. كل من عرف سعد نصر يدرك أن أوروبا وفرنسا التي عاش فيها وتجول في أقطارها لم تغير منه مقدار شعر، كما عرفناه وجدناه بعد هذه السنوات التي قضاها. ربما بعض الناس تغيره صفرة أو صفرتين أو رحلة أو رحلتين، لكن الناصر رحمه الله لم تغيره هذه السنوات الكثيرة، وبقي على هذا الوفاء لهذه المدينة والوفاء لأصحابه وأحبابه. يعني رأيت هذا الأمر في أحبابه وأصحابه، فصلى الله عز وجل أن يجعل هذا من عاجل بشرى المؤمنين. خوتنا هذو اللي دعاونا ووفروا لنا هذه الفرصة للقاء، الله يجزيهم خير جزاء، الله يبارك فيهم إن شاء الله، والله يجعل هذا من مفاتيح الخير. قالها الشيخ سعيد، قال باللي هذا دليل على أن المدينة قادرة على أن تتوحد، والمدينة بحاجة إلى هذه الوحدة وهذا التآلف وهذا الترابط لننتشل هذه المدينة من حال إلى أحسن الأحوال في كل المجالات. وكاين شيء آخر، أنا عندما ذكر السي الهواري وجمع شيء من تاريخ الرياضة، هذه المدينة محتاجة إلى أن يكتب تاريخها الرياضي والثقافي والعلمي وغير ذلك. يعني ليس في الحاضرين إلا، ليس في هؤلاء الإخوة الحاضرون إلا وهو قادر على أن يعطينا نبذة عن هذه المدينة في أي مجال من مجالاتها المتعددة والمختلفة. الله يبارك في الجميع. نعم. أي نعم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميع الحاضرين جميعا. وأترك الختمة للشيخ يقرأ. أيوة تفضل. يقولون الصمت في حرم الجمال جمال، إلا أني سأدلي بدلو بتلاوة مباركة. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان الحسنات وفي ميزان الحسنات الجميع إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكن التيست وين يجي؟ التيست لي بوش باش تفهم اللي باغي يعرف الميزان تاعه. احد الحكماء قال لك ليس صديقي من اذا دخلنا المطعم تاخر في غسل يديه. هذا مش صح. رانا كلينا اي واحد يسمح لي نمشي نغسل يدي يطول انت تخلص. هذا مش صح. هذا مش صح. هذا مش صح. ولهذا الطريق يقولوا سيادنا طريق غربال. طريق غربال غربال التراريس. وهذا رجل مثلث، هذا رجل من الرجال ومن القامات نتاع المشريه الذين فقدناها. كاين قامات العلم، كاين قامات التقوى، كاين قامات معنى الذكر، كاين قامات التعليم. هذا قامه من قامات الادب ونشهد له بذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصبر امه، ان يصبر. شوف الوالدين يبغي هو يموت ويخليك انت تعيش وراه. هذه ما يبغي لك تحت الا والدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصبر امه وان يصبر اخاه. رانا كنا نحبه في الله. كان وين ما يجي هنا مسكين يبغي يسلم لي على راسي، وان كنت ما نستاهلش انا نسلم على راسي، ولكن حبه لاهل القران كان يحرقه. نسال الله سبحانه وتعالى ذاك المحبه يا ربي اللي كانت فيه لاهل القران واهل المشريه، اللهم اجعلها له نورا في قبره. اللهم اجعلها له نورا في قبره. اللهم كاع حنا احبابه واصحابه واللي زانتيم تاعه معنا اللي يقراو معاه ولا درسوا معاه ولا صافروا معاه والله عاشوا معاه. كان راه يضحك بالظاهر ولكن داخله يتالم. راه فقد براء، فقد واحد البراء اللي ما تلقاش واحد اخر في بلاصه ابدا. كان رجال المشريه اللي كي مشاو صايب ديك البلاصه بانت، ذاك الخلق بان باللي فلان هو ولاها، كاش واحد اخر. وهذا واحد من قامات المشريه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يلحقه بسيدنا رسول الله. اللهم اسكنه الفردوس الاعلى جوار سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في حب الوطن. هو اول ما نقولش من ابتدع، وانما من كان يدير التراجم تاع القامات تاع المشريه. بالك كان يدير في الفيسبوك. هو اول ما كان يدير. قال مثلا سي محمد كشوت يجبد عليه التاريخ تاع واش دار واش دار واش دار. قال فلان فلان فلان. هو اول من ابتدعات. كان يعرفنا بناس ما كناش نعرفوه. هذه من حسناته. نسال الله ان يتقبله في المجاهدين.
نسأل الله أن يتقبله في الصالحين، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويكتب لنا سي عبد الحليم ولا سيدي نصر الدين خطو. أشهد أن محمدا رسول